مساء الخير على كل حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا يا حبايبي. يا رب كلكم تكونوا بخير. بصوا بقى يا حبايبي، انا بحب شغل الكروشيه جدا، فقلت بقى ايه اجيب بكرة خيط كده حلوة زي اللون الجميل ده كده، وجبنا كمان واحدة تانية كده. هما انا بصراحة ما جبتش حاجة، هما جولي هدية، وحتى الابرة كمان حبيبة قلبي هي اللي جابتهم لي. ماشي، فاللونين دول حلوين قوي قوي على فكرة. فقلنا بقى ايه بالنسبة للفراغ اللي احنا عايشين فيه، يعني كده نخرج من الطاقة السلبية وحالة الاكتئاب اللي احنا عايشينها، ونعمل اي حاجة يعني يبقى فيها مصلحة. طبعا انا بحب قوي ان انا اعمل مفارش، بحب قوي ان انا اعمل مثلا طاقية صغننة، بيبيهات، شرابات، حاجات زي كده. فاول حاجة عملتها، بصوا انا اول ما بدأت عملت دي، شكلها جميل جدا جدا. طبعا بالنسبة للبنات اللي هي ما بتعرفش تشتغل، على فكرة هو سهل جدا، ويعني تتعلمي بسرعة. فدلوقتي انا عملت دي، عايزة بقى اوريكم كده. هو الابر دي درجات، الابر درجات. فطبعا يعني انتي مثلا ايه بتحبي السن تخين براحتك. انا عن نفسي طبعا هي جايلي هدية، فانا مش هتنك يعني، كتر الف خيرها يعني. لكن انا بحب اشتغل بالسن الرفيع، اللي هو درجة زيرو، تبقى زيرو. ماشي، وده على فكرة اسهل من التريكو، بس التريكو حلو برضو يعني مش وحش، بس انا بالنسبة لي انا يعني. لكن في ناس بتحب الكروشيه اكتر، التريكو اكتر. بصي يا حبيباتي، تعملي بقى طاقية، تعملي شراب، تعملي مفرش، تعملي اي حاجة، اخترعي اي حاجة كده وانت قاعدة. بصي يا حبيباتي، انا عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا. وانتوا بتشتغلي، لو فجاه كده يعني لقيتيها بتعمل منك كده وبتقوس منك كده، لا انت هتروحي بقى مغيره نظام الغرز، اللي هو ايه، لو انت فضلتي تعملي واحده بس في كل مكان زي ده كده، يعني دخلتي المكان ده كده هعمل فيه غرزه واحده كده، هتقوس منك وهي لسه صغننه. لا، انا ادخل المكان ده كده واطلع منه وادخله تاني. ماشي يا حبيباتي، هتدخليه تاني. بالنسبه معلش بقى عشان البتاعه دي تخينه، يخرب بيتها، معلش الابره دي تخينه. انا على فكره هغيرها، انا بحبش الابر التخينه. فتدخلي المكان مرتين عشان مش تقوس منك وهي لسه صغيره، الا لما انت بقى تحددي. بصوا بتعمل ازاي. لا، الابره دي تخينه ومش نافعاني خالص، وانا هغيرها النهارده ان شاء الله. الا لما انت بقى خلاص عايزه تنزلي بيها وتعمليها مثلا طاقيه بيبي صغير مثلا او واحد كبير اللي انت عايزاه كده، هتفضل كده مفروده معاكي كده بالشكل ده. تمام يا حبايبي. احنا بقى ايه، في يعني مثلا بتعمليها مثلا على حسب بقى، لو بيبي صغير هتعمليه مثلا 7 أو 8 صفوف فوق بعض يعني كده، درجات كده، وبعد كده تنزلي بيها طاقية بقى، طالما انت عايزه تعملي طاقية يعني. الفتحة دي علشان مش تقوس منك تنزل وهي لسه صغيرة، هتدخليها مرتين. انا دخلت مرة اهو، ودي التانية اهو. ماشي يا حبيبتي كده. بعدين احنا في شهر جميل قوي، شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني اكثروا من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما تصلي على النبي كتير قوي قوي قوي، والله يتحرم على جسمك النار، والله العظيم. يعني تصلي على النبي كل يوم 1000 مرة، يحرم على جسدك النار والله. احنا في شهر كريم، استغفروا كتير، استغفروا كتير، صلوا على سيدنا النبي كتير في الشهر الكريم كده. وبعدين كل اللي نفسها في حاجة من ربنا
وان شاء الله ربنا يحققها لها يعني باذن الله. تصلي على سيدنا النبي 100 وتطلب اللي هي عايزاه من ربنا، وان شاء الله ربنا باذن الله يحققه لها يعني. لان ايه بقى، كل الاعمال بين الرفض والقبول الا الصلاه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصلاه دي بتتقبل حتى لو انت ايه، ربنا سبحانه وتعالى بيقبلها. ان سيدنا النبي ده حاجه جميله، حاجه عظيمه. يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة عبد قلت حيلته انت يا حبيبي يا الله وسيلته. فبصوا يا حبيباتي بقى ايه، كل البنات بقى اللي هي عايزه تتعلم. انا على فكره ايه، هقول لكم على حاجه مهمه. لما بدات، ما انتوا ما عرفتوش انا يعني ايه الغرزه بداتها ازاي، بس ان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو تاني وهوريكي من البدايه احنا بدانا الغرز ازاي يعني، وعملناها ازاي، عشان برضو يبقى عندك فكره عن كل حاجه. ماشي يا حبيباتي كده على فكره الحاجات دي، الشغل ده سهل خالص والله، يعني ما فيهوش حاجه من الصعوبه خالص. انا من شويه كده ايه، اختي قالت لي علميني فانا بصراحه ايه قلت لها خدي يا حبيبتي. عملت حاجات انا ما قدرتش امسك نفسي من الضحك، اقسم بالله. ما اعرفش هي مش عارفه تمسك الابره ليه يا بنتي. ما هو بصي هي بتتنح معايا ازاي، او عادي تنح معاكي واطلعي من الغرزه دي عادي وادخلي كده تاني مفيش مشاكل كده. هي يا عيني مش فاهمه، مش عارفه، وعماله يا بنتي ادخلي كده واعملي كده يا حبيبتي، اهو سهل اهو، وادخلي كده واعملي كده واطلعي، عماله اقول لا واطلعي بالغرزتين، وبعد كده اطلعي اهو لا واحده. هي معرفش في ايه، النهارده اكله رز وملوخيه وفراخ ويعني مظبطه دماغها، بس انا مش فاهمه في ايه النهارده اقسم بالله. مع انها ذكيه جدا على فكره يعني، والله يا اختي دي اقسم بالله الله اكبر عليها يحفظها ربنا، هي اللي جايبه لي الحاجات دي يا جماعه على فكره يعني والله. يعني مش عارفه اقول لها ايه، مش عارفه اشكرها ازاي، بس نفسي تتعلمها. وان شاء الله هفضل وراها لما اعلمها، هفضل وراها كده ان شاء الله لما تتعلمها وتبقى بريمو، تعمل بقى مفارش وبروفلات وحاجات يعني كتيره كده. وان شاء الله لما ربنا يكرمها ويجيب بيبي، هي اللي هتعمل له بقى ان شاء الله الحاجات الجميله اللي هو يلبسها، شراب بقى، وتعمله جوانتي، وتعمل له ان شاء الله بروفال يلبسه. ما انا مش هسيبها يعني، لازم افضل وراها لما اخليها تعمل الحاجات دي. ده احنا ممكن نصدر للخارج كمان انا وهي خلينا نحلم، لو بطلنا نحلم نموت. خلينا نحلم، يمكن الاحلام ده. بص الابره مش عاجبها الكلام، خلاص يا حبيبتي اهو تزعليش. بصوا بقى والله يا جماعه ما في اسهل من كده، جميله ومريحه وحلوه وسهله وبتضيع في الوقت بتاعك. بصوا اهو جميله اهي، بتضيعي في وقتك. يعني انتي واحده مثلا ايه زهقانه وعندك ملل زي كده، هتعملي ايه؟ تروحي جايبه الابره كده وعامله كده اهو، وكل العصبيه اللي عندك تطلعيها في الابره، تقوم تطلع لك احلى شغل. شايفين؟ خلي بالكوا العصبيه بتاعت الابره دي بتطلع احلى شغل اهو اهو. استني بس، احنا بنتخانق مع بعض انا والابره اهو اهو. جميله اهي، بصوا حلوه ازاي اهو اهي. ممكن بقى ايه يعني في نص الشغل ده يعني، ممكن نجيب دي كده. اللون ده جميل قوي على فكره يا جماعه، هيبقوا الاتنين ايه تحفه مع بعض، تحفه. بس لما بنبدا بقى ننزل بيها طاقيه يعني كده مثلا، او لا احنا ممكن نعملها مفرش الاول.
هنعمله لونين، هيبقى شكله جميل جدا، وان شاء الله لما يخلص انا هوريهولكوا اكيد يعني باذن الله يعني. بصوا يا حبيباتي احنا كده وصلنا بصوا الشكل الجميل دون ماشي. فانا طبعا ايه، بصوا يا حبايب قلبي اهي جميله ازاي وشكلها حلو ازاي. هخلص بقى المفرش وهعمل اللون التاني اللي انا قلت لكم عليه، تمام كده، اللي هو ده يمكن مش باين قوي، بس لما يخلص خالص انا هوريلكوا شكله جميل جدا. وهنخلص المفرش وهطلعه يعني بعد ما اخلصه خالص كده هجيبه بقى واوريلكم هو بقى شكله عامل ازاي، وان شاء الله يطلع جميل وتحفه، لان بجد اللونين حلوين جدا يعني. وبعد اذنكم يعني لو سمحتم، بما اني بحبكم جدا اصحاب واخوات وكل حاجه كويسه، تنسوش اللايك يا حبيب قلبي، اللايك ده بيرفع الفيديو. اللي ما اشتركش في القناه يتفضل يشترك في القناه. والله يعني بدايلكم والله العظيم، كل اللي بلاقيه عامل لي لايك ومعلق لي تعليق حلو زيه كده بدعيله والله العظيم ربنا يكرمكم كلكم كده يا رب، ويسعدكم في الدنيا وفي الاخره. وان شاء الله يا حبيبي اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.